وهنا نقطة مهمة وخطيرة يا إخواننا، رجاء ننتبه لها، إنه نشتغل على حالنا حتى ما نكون من الهوام، حتى ما نكون من الناس اللي معه. إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساء الناس أساءوا. إنه يا أخي هاك المجتمع، يا أخي هاك المجتمع، هاك الناس، فنحن زي الناس. حط راسك بين هالروس يقول يا قطاع الروس، هيدي للغنم، هيدي للغنم. هي حط راسك بين هالروس وقول يا قطاع الروس، هي للغنم، هي للغنم. نحن منا غنم. لذلك بدك تشتغل على نفسك حتى تكون مميز بكل شيء. بعد ما بقوله لأخ اليوم، ما أثقل النظافة والنظام والأدب وإلى آخره من المعاني الراقية على الأمة اليوم إلا من رحم الله. شيء ثقيل علينا. وشو بنقول نحن لازم نلفظ، أو أغلب التائهين شو بيقولوا؟ نحن لازم نلفظ ما وجدنا عليه آباءنا من شيء اسمه دين وأعراف الدين، وننظر إلى الحضارة والتقدم في أمريكا وأوروبا إلى آخره. يا ريت إنه والله عم بياخدوا شيء مفيد من الغرب، أو يبقوا على شيء مفيد من دينهم، وطبعا كله دين مفيد، إلا عايشين ما بين. بدنا ناخد الأسوأ مما وجدنا عليه آباءنا والأسوأ مما يصدرون لنا هؤلاء المجرمون. لذلك أيها الأحبة في الله، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، بس هيك صح لنا نرجع الدنيا، أو الله يفوضنا يعطينا القدرة على أن نتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.